أهلاً بيكم. النهاردة هنتكلم عن أداة مهمة جداً وقوية بتساعدنا نفهم بالظبط إيه الأسباب الحقيقية ورا المشاكل اللي بتقابلنا، وده عشان نعرف نمنعها إنها تحصل تاني في المستقبل. كلنا أكيد بنسأل نفسنا السؤال ده لما نلاقي حادثة معينة أو مشكلة عمالة تحصل مرة ورا مرة. الإجابة ببساطة هي إننا محتاجين نبص أعمق شوية، أبعد من اللي ظاهر على السطح. عشان كده الأسئلة اللي هنشوفها مع بعض دي مش معمولة عشان نمتحن بيها حد، لأ خالص. دي عبارة عن دليل إرشادي زي كتالوج كده بيساعد أي فريق تحقيق إنه يفكر في كل الزوايا وكل الاحتمالات اللي ممكن تكون سبب في المشكلة. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الأسئلة نفسها، مهم قوي نعرف إزاي نستخدمها صح. الموضوع كله ماشي على 3 خطوات بسيطة وواضحة عشان نوصل لتحليل مظبوط. أول حاجة بنرسم خريطة بالترتيب الزمني للي حصل بالظبط. بعد كده بنبص على قائمة الأسئلة بتاعتنا ونختار منها اللي ليه علاقة مباشرة بالموقف ده. وآخر خطوة بنبدأ ندور على إجابات واضحة وصريحة للأسئلة اللي اخترناها. دي الخريطة اللي هنمشي عليها النهاردة. هنتكلم في المقدمة وبعدين هنركز على أسئلة ليها علاقة بالتواصل والتدريب والإرهاق عند الموظفين والبيئة والأجهزة اللي بنستخدمها والقواعد والحواجز اللي بتحمينا، وفي الآخر هنلخص إزاي نحول الأسئلة دي لتغيير حقيقي على أرض الواقع. يلا بينا نبدأ بأول جزء واللي يمكن يكون أهم جزء فيهم كلهم: التواصل. لأن الحقيقة كتير جدا من المشاكل والأخطاء بتبدأ بسبب معلومة وصلت غلط أو وصلت متأخر أو يمكن ما وصلتش خالص. الأسئلة دي بتخلينا نفكر في الأساسيات. يعني مثلا، هل اتأكدنا كويس قوي من هوية المريض قبل ما ياخد دواء نفسي خطير؟ طيب، هل معلومة مهمة زي إن مريض عنده ميول انتحارية اتقالت بوضوح في تسليم الشغل بين الشفتات؟ والورق اللي مكتوب، هل هو بيشرح فعلا حالة المريض وخطة علاجه واستجابته، ولا هو مجرد كلام عام ومبهم؟ وهنا بقى بنبص على السيستم نفسه. هل الإجراءات اللي ماشيين عليها مكتوبة وواضحة للكل؟ وهل بنتابع ونتأكد إن الأوامر الشفهية زي أمر بتقييد مريض مثلا بيتم تأكيدها صح؟ هنا بتيجي أهمية حاجة زي الريد باك، ودي ببساطة إن الشخص اللي استقبل الأمر يعيده تاني بصوت عالي للشخص اللي اداهوله عشان يتأكدوا هما الاتنين إنهم فهموا نفس الحاجة بالظبط، وبكده نتجنب أي سوء فهم. النقط دي بتخلينا نوسع دايرة التحقيق أكتر، من أول إننا نتابع لو في أي تحذيرات من الشركات المصنعة للأدوية أو الأجهزة زي جهاز تنظيم إيقاع المخ، لحد ما نتأكد إن ثقافة المكان نفسه بتشجع أي موظف حتى لو أصغر واحد إنه يتكلم ويبلغ لو شاف حاجة ممكن تضر المريض من غير ما يخاف. وكمان، هل الأقسام المختلفة بتكلم بعضها وبتتنسق مع بعض، ولا كل قسم شغال في جزيرة منعزلة؟ دلوقتي نيجي لنقطة حساسة قوي، وهي العنصر البشري. يا ترى الموظفين اللي معانا متدربين كويس على شغلهم؟ وهل بيئة الشغل اللي هم فيها بتساعدهم يركزوا ولا بتستنزف طاقتهم وتركيزهم؟ لازم نسأل نفسنا، هل الفريق الطبي اللي عندنا متدرب كويس على أحدث الطرق للتعامل مع المريض الهاجج وتهدئته؟ وهل التدريب ده كان كلام نظري وبس ولا كان في جزء عملي؟ وهل بنراجع معاهم التدريب ده كل فترة عشان نتأكد إنهم لسه فاكرين وبيطبقوه صح؟ ودي نقطة مهمة قوي. لازم نفرق بين ضغط الشغل والإرهاق. ممكن يكون عدد الموظفين مناسب لكمية الشغل، لكنهم مرهقين جدا بسبب شفتات طويلة ورا بعض. أو العكس، ممكن يكونوا مرتاحين واخدين راحتهم بس عددهم قليل قوي على الشغل المطلوب. وطبعا في عوامل تانية ممكن تزود الإرهاق زي الدوشة أو الزحمة في مكان الشغل. طيب، دلوقتي بقى هنتكلم عن المكان نفسه اللي بنشتغل فيه، البيئة المادية. من أول تصميم الأوض بتاعة المرضى لحد الأجهزة اللي بنستخدمها معاهم كل يوم. هنا بقى بنبص على تفاصيل صغيرة بس مهمة جدا. هل أوض المرضى متصممة بشكل آمن تماماً؟ يعني هل فيها أي حاجة ممكن المريض لا قدر الله يستخدمها عشان يأذي نفسه؟ ودي اللي بنسميها في معايير السلامة ligature points أو نقاط الربط. وهل عندنا خطة واضحة والناس متدربة عليها كويس لو حصل حريق في عنبر من العنابر؟ يعني مش كفاية إن الجهاز يكون موجود وخلاص، لازم نسأل، هل الجهاز ده سهل في استخدامه بالنسبة للفريق بتاعنا؟ هل صيانته الدورية بتتعمل في مواعيدها المظبوطة؟ وهل في تقارير وورق يثبت إن الجهاز ده آمن للاستخدام مع المرضى؟ النقطة دي بقى في منتهى الأهمية. لو جهاز مراقبة المريض عطل فجأة، هل في جهاز بديل جاهز نستخدمه فوراً؟ وهل إحنا بنتعلم من الأعطال اللي حصلت قبل كده وبنحلها من جذورها؟ ولا بنسيبها تتكرر تاني وتالت؟
هنا بنركز على تعامل الموظف نفسه مع الجهاز. هل صوت الإنذار بتاع الجهاز مسموع وواضح ولا واطي ومحدش بياخد باله منه؟ هل الأرقام اللي على الشاشة سهلة في قرايتها؟ وهل بنستخدم الجهاز ده بالظبط زي ما المصنع بتاعه بيقول في الكتالوج؟ كل شغلنا طبعاً ليه قواعد وسياسات بتحكمه. الجزء ده بقى بيساعدنا نراجع القواعد دي ونسأل نفسنا، هل هي فعلاً بتحمي المريض والموظف ولا هي مجرد حبر على ورق محطوط في الأدراج؟ الأسئلة دي بتوجهنا ناحية مسؤولية الإدارة والسيستم ككل. هل في متابعة مستمرة للعمليات الخطيرة؟ وهل الموظف الجديد أول ما بيتعين بيستلم توجيه كامل وواضح عن كل سياسات الأمان في المستشفى؟ ونيجي هنا لأهم سؤال فيهم كلهم. لو إحنا عندنا إجراء مكتوب ومحدش بيطبقه، لازم نعرف ليه. هل الإجراء ده صعب في تنفيذه؟ هل هو مش عملي؟ ولا أصلاً الموظفين مش مقتنعين بيه ومش شايفين أهميته؟ الحواجز دي هي خطوط الدفاع بتاعتنا ضد أي خطأ ممكن يحصل. ممكن تكون حاجة مادية ملموسة زي إن شبابيك أوض المرضى تكون ضد الكسر، وممكن تكون إجراء بنعمله زي إن 2 من التمريض لازم يراجعوا جرعة الدواء قبل ما المريض ياخدها. مثال تاني مشهور هو الوقت المستقطع الجراحي أو السيرجيكال تايم أوت اللي بنعمله قبل جلسات تنظيم إيقاع المخ عشان نتأكد من كل تفاصيل مرة أخيرة. لازم نتأكد إن خطوط الدفاع بتاعتنا دي قوية وإنها بتتراجع وتتفحص بانتظام، وإن السيستم بتاعنا كله مصمم بحيث لو حاجز منهم فشل يكون في حاجز تاني وراه يمنع وقوع الكارثة، وده اللي بنسميه تحمل الأخطاء. في الآخر بقى كل الأسئلة اللي قلناها دي ليها هدف واحد بس، إننا نحول تركيزنا من سؤال مين اللي غلط لسؤال أهم بكتير، وهو إيه في النظام بتاعنا هو اللي سمح للغلط ده إنه يحصل أصلاً. ودي هي الرسالة الأساسية اللي لازم نطلع بيها. الهدف مش إننا نلوم أشخاص، الهدف إننا نحسن النظام نفسه عشان نحمي المريض اللي جاي بكرة، وفي نفس الوقت نحمي الموظف اللي بيشتغل وبيعمل اللي عليه كل يوم. باستخدام الدليل ده، كل واحد فينا يقدر يبدأ التغيير من مكانه. فكروا في السؤال اللي على الشاشة. إيه هو أول سؤال ممكن تطرحه في مكان عملك عشان تخليه مكان آمن أكتر؟ التغيير الحقيقي بيبدأ بسؤال. شكراً ليكم.